هاي اصحابي، ازيكم؟ الاخبار؟ تفتكروا بقى ان انا خليتكم تعملوا دقيق الشوفان على وصفه واحده بس؟ لا طبعا، تعالوا بقول لكم الوصفه التانية. بس اول حاجه متنسوش تعملوا لي لايك شير سبسكرايب، ويلا بقول لكم المكونات. اول حاجه هحتاج كوبايه من دقيق الشوفان، ونص كوبايه من كاكاو الخام غير محلى، كوبايه من اي زيت نباتي، وربع كوبايه من اللبن، وسكر دايت انا استخدمت نص معلقه، وهنستخدم كمان ربع معلقه من البيكنج باودر. وهسيب لكم المكونات كلها تحت في الكابشن فما تقلقوش. اول حاجه هبدا بقى انزل بالمواد الجافه. هنزل اول حاجه بالدقيق، وبعدين هنزل عليه بالكاكاو، وهضيف بقى كل المكونات الجافه عشان اخلطها مع بعض. وهنزل بالسكر الدايت، تقدروا تستخدموا بقى سكر عادي او تستبدلوا مكانه بالعسل، والبيكنج باودر. واهم حاجه بقى ما ننساش بقى رشه الملح اللي بتظبط الحاجه دي كلها، رشه بالظبط بسيطه. هبدا بقى اقلب كل المكونات دي مع بعض لحد ما اوصل لان كله يبقى لون واحد، علشان لما اجي انزل المواد السائله يبقى كل الخليط اندمج مع بعض. وده هيكون شكله بعد ما قلبته. هوريكم دلوقتي شكله هيبقى عامل ازاي. وزي ما قلت لكم لازم بقى نحضر بسكوت الشوكولاته، عشان الوصفه اللي جايه وصفه خطيره مناسبة للحر اللي احنا فيه ده. ولازم تكون عندكم وصفتين البسكوت دول عشان نقدر ان احنا نبقى عملناهم. وهسيب لكم فوق برضو وصفة بسكوت الشوفان العادي، ووصفة برضو دي شوفان. ده كده كان شكله. هبدأ بقى انزل بنص الكمية بتاعة اللبن، مش هحطها كلها، قسمتها على جزئين. وهحط الزيت كله عشان اقول لكم انا محتاجة ليه اقسم اللبن دلوقتي. وحبيت بقى كمان ان انا اضيف لها الفانيليا السايلة، بتدي برضو طعم لذيذ قوي. دي حاجة اختياري، لو عايزين تشيلوها مفيش مشكلة. وبعدين هبدأ بقى ان انا اخلط المكونات دي كلها مع بعض، وهسيب اللبن اللي قلتلكوا عليه ده بعد شوية عشان هفهمكم دلوقتي انا هحتاجه في ايه. هبدأ بقى ان انا احط كل المكونات دي كده مع بعض. وبعد ما عملتهم بالمعلقة هبدأ بقى ان انا استخدم ايدي، علشان عايزة المكونات كلها تندمج على شكل رمل. انا هبدأ ان انا اخلي المكونات كلها تبقى رمل معايا زي ما انتم شايفين هنا كده، نبقى احنا ظابطين القوام بالظبط. بعد ما يبقى كله رمل دخل في بعضه كده، هبدأ بقى ننزل ببقية كمية اللبن لحد ما اوصل للقوام ده. هجيب بقى الصينية وادهنها دهنة زبدة او سمنة او زيت اي حاجة. وابدأ بقى ان انا هجيب هنا، دي الطريقة اللي انا عملت بيها، تقدروا تشكلوه عادي بايديكوا هيبقى سهل قوي. طبعا أنا عشان كنت بصور بايد واحدة فحاولت اوضحها لكم على قد ما اقدر. وابدأ بقى انزل كده بالسكوب بتاع الايس كريم، وبعدين ابدأ ان انا اضغطه بظهر المعلقة او بايدي باي طريقة لحد ما يكون معايا الشكل اللي انا عايزاه. طبعا الاشكال دي حاجة ترجع لكم، مفيش عندنا اي مشكلة. وبعدين هبدأ بقى ان انا هرصهم كلهم في الصينية. ده كده شكلهم. هدخلهم على درجة حرارة 160 لمدة تلت ساعة، وافتحوا عليها. هتاخد من تلت ساعة لنص ساعة حسب الفرن بتاعك. وده كده شكلها بجد خطير، طعمه لوحده حلو قوي. تقدروا تاخدوه بقى مع النسكافيه. واهم حاجة بقى ان احنا نستعد لوصفة ايس كريم الويتش. وبس كده، قولولي بقى عايزين الوصفة اللي جاية تكون عبارة عن ايه، واشوفكم في فيديو جديد. باي.